قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. كنز. أي حد عنده حاجة خافتة وكأنها ماتت ربنا قادر يحييها. حب مات في البيت بسبب كثرة الإهانة والمشاكل، بالنية الطيبة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. شركة بتفلس بسبب الأزمات اللي عدت عليها قل يحييها بإذن الله بالجد والاجتهاد الذي أنشأها أول مرة. الجد مننا والمدد من ربنا سبحانه وتعالى. ثقة في النفس ضاعت بسبب فشل الذريع قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير. من اخر فيديو جايه لكم النهارده بفيديو مختلف خالص، علشان احنا خلاص داخلين على الدراسه، فحبيت دي تكون اخر خروجه ليا انا والولاد بقى في الاجازه، فحبينا نغير جو. رحنا فين؟ رحنا اسكندريه. زي ما انتم شايفين انا اتحركت من القاهره، وصلت اسكندريه الفجر قال الله اكبر، ورجعت تاني يوم دخلت البيت العصر كان بيأذن وانا داخله ناحيه البيت، يعني كلها كام ساعه كده. مش عايزه اقول لكم انا بحب اسكندريه قد ايه، بجد بحبها جدا جدا جدا. و... وطول ما انا ماشيه هناك كنت بدور عليك يا نسرين، والله العظيم كنت عماله اقول يا رب اشوفك يا رب اشوفك، بس للاسف انا رحت في توقيت زي ما انتي شايفه الدنيا فاضيه، مفيش حد. اكيد اكيد هشوفك قريب ان شاء الله، والله بدعي ربنا دايما ان يجمعني بيكي. المهم احنا رحنا اسكندريه. بصوا بجد هما كام ساعه بس غيروا لي مودي جدا، ورجعت مبسوطه جدا جدا جدا. وانا من عشاق البحر، فبروح كده بشوف البحر بنسى خلاص يعني. قولولي بقى مين بيحب اسكندريه؟ انا رحت في توقيت كده كان الجو لطيف فيه. طب بصوا بقى الناس بقى بتروح بيوتها وبيجهزوا للمدارس وانا بنطلق. نحن نختلف عن الاخرون. انا حبيت فعلا ان احنا نغير جو انا والولاد، علشان ندخل بقى الدراسة كده بحماس وطاقة ايجابية، وكمان يعني الولاد يغيروا جو شوية. انا كده كنت وصلت وكنا بنتمشى كده شوية، ورحت قعدت بقى على كافيه على البحر. هو ده الكافيه اللي فيه الإضاءة ده هو اللي قعدت فيه. أنا طلبت سحلب، وإياد طلب بيبسي، وبابا الولاد طلب قهوة، وآسر طلب موز باللبن. قعدنا بقى شوية، مش عايزة أقول لكم الجو خطير 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 خطير. قعدنا بقى كده نتكلم ونهزر، وأخدنا كمية صور رهيبة رهيبة. اول ما الصبح ابتدى يطلع، انا قلت لكم احنا وصلنا الفجر، فاول ما بصوا السما ابتدت تفتح كده يا دوبك، والنهار ابتدى يبان، وقفنا بقى على البحر. مش عايزه اقول لكم ريحه البحر وصوت البحر والاجواء بجد خطيره. انا بفضل واقفه عند البحر، بقول كل حاجه كل حاجه، لو حاجه مضايقاني بقولها، لو عايزه ادعي ربنا. هو طبعا احنا بندعي ربنا في اي وقت، بس انا معرفش ليه بحس كده ان انا ايه، البحر ده ملوش اخر، فبرمي فيه كل اللي جوايا، وانا يعني بأريحية يعني. بصوا الجو كان عامل ازاي، خطير بجد، سبحان الله، لون السما مع لون البحر، يعني تبارك الله احسن الخالقين فعلا. اجواء كانت خطيرة. فضلنا بقى واقفين، وبرضو اخدنا كمية صور رهيبة. انا عايزة اقول لكم كل الاماكن اللي رحناها اتصورنا فيها صور تحفة تحفة بجد. بس هنا بقى وقفنا على البحر شوية، وبعد كده ركنت كده في العربية، قعدت شوية، والولاد قعدوا يلعبوا حبة كده لحد ما كنا بنقرر هنروح فين تاني. كان في ناس بقى بتصطاد، وكان الجو هادي طبعا جدا. الكلام ده يعني كان الساعة 6:30 الصبح حاجة كده. المهم اتحركنا من على البحر، رحنا فين بقى يا ولاد؟ رحنا ألبان سويسرا. البان سويسرا اكلنا بقى. بصوا البان سويسرا ده لو حد يعني مش عارفه، كل حاجه فيه بالجبنه، كل حاجه بالجبنه، واي حاجه بالجبنه. طلبنا بقى طاسه كبده، قصدي كفته، طلبنا جبنه مقليه، طلبنا جبنه بالكفته، طلبنا ايه تاني، طلبنا حاجات كتير. المهم يعني كلها جبن. فطرنا والحمد لله، والاكل كان لطيف.
وزي ما قلت لكم هو اسمه البان سويسرا. وطلبنا طبعا بطاطس ومخللات، وبيجي معاهم عيش فينو وكاتشب وكده. بعد ما فطرنا اتحركنا بقى على المعمورة. قلنا هنروح كده المعمورة نقعد شوية هناك. بصوا بصوا الجو كان تحفة 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 تحفة. احنا كده اهو يعني الكلام ده مثلا كان في حدود الساعة مثلا 7. يعني عايزة اقول لكم والله احنا رحنا اماكن كتير جدا وعملنا حاجات كتير في وقت قليل. وزي ما انتوا شايفين الاجواء خطيرة جدا والولاد كانوا مبسوطين. طبعا طول الطريق احنا مشغلين اغاني، عمالين نتصور، عمالين نهزر. معانا بقى كمية مثلا اكل ومية وعصاير وحاجات بقى، حاجة حلوة كتير والكلام من ده. الولاد كانوا مستمتعين جدا وانا بصراحة كنت مستمتعة اكتر منهم. وطبعا المعمورة من الاماكن الهادية قوي قوي. ف وكمان احنا رحنا برضو في توقيت ما فيهوش زحمة يعني. اسكندرية اتغيرت عن زمان، بصوا 1,000,000%. اهتموا بيها قوي وعاملين فيها اصلاحات كتير جدا وحاجات كتير قوي حلوة. هنا كده انا كنا هركن بقى عند المكنة دي، كنا هنسحب فلوس، وبعد كده هنا وصلنا المعمورة، دخلنا هنا البحر. اخدنا بقى ترابيزة وشمسية وكراسي، دول طبعا بيتأجروا. أجرناهم وقعدنا بقى شوية. الولاد نزلوا المية واخدنا برضو حبة صور كده لطيفة جميلة. هنا كان لسه الراجل هيجيب بقى الشمسية ويظبط لنا القعدة يعني. والولاد كانوا في التوقيت ده راحوا التويليت يغيروا ويلبسوا بقى المايوهات بتاعتهم. البحر وجماله، انا بعشق البحر بجد، والله انا بعشق البحر. اكتبولي بقى مين بيحب البحر كده زيي. قعدنا قضينا وقت لطيف، ولما حسينا ان الشمس هتبدأ تسخن بقى كده على الساعة 10، قلنا لا باي باي، مش عايزين نسمر بقى ولون بشرتنا يغير عشان المدارس وكده. فتحركنا بقى، الولاد غيروا هدومهم ومشينا. احنا كده خلاص كنا طالعين من المعمور، وهنروح بقى نتغدى وهنتحرك على القاهرة على طول. انا عايزة اقول لكم بجد والله العظيم انا اتبسطت جدا. والفيديو خلص، هو فيديو بسيط بس اجواء ممتعة جدا، وانا غيرت جو ورجعت مستمتعة. لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص، تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. هستنى كومنتاتكم. باي باي، مع السلامة.